عاجل لهذا السبب فيريرا يعلن رحيله عن نادي الزمالك عقب انتهاء مباراة أسوان رغم اكتساح بيراميدز بثلاثية. خبر حزين جدا لكل جمهور النادي الأهلي. مستمعينا في كل مكان، مستمعي برنامج أسرار وأخبار، حلقة جديدة ومعلومات جديدة مع ضيفنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ سعيد حسنين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سعيد. اهلا بيك يا كابتن احمد. يا ريت يعني جمهورنا اللي بيسمعنا وبيشوفنا يا ريت نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات، واللي لسه ما عملش اشتراك في القناه يا ريت تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان خاطر يوصلك اخبارنا الحصريه اول باول. خلينا يعني نتكلم بقى في اللي حصل امبارح. كان عندنا مباراتين، زمالك واسوان واهلي وبيراميدز. قول لنا الاحداث اللي عقبت المباراتين، لان كان في يعني اخبار كتيره وانباء كتيره والناس عايزه تطمن. الزملكاويه عايزين يطمنوا على فرقتهم والاهلاويه عاوزين يطمنوا على فرقتهم. هنبدا بمين يا استاذ سعيد؟ نبدا بنادي الزمالك يا كابتن احمد. ويمكن يمكن بعد هزيمه نادي الزمالك من اسوان الحقيقه كانت هزيمه يعني طلعت زي ما بيقولوا المستخبي. فيريرا الحقيقه عنده يعني حاجات كتير عايز يعملها يعني الفتره الماضيه، لكن برضو نادي الزمالك ما فيش حد من الاداره بيسمع لفييرا وسايبينه يشتغل باللعيبه. حضرتك عارف اللعيبه دي اجهدت جدا. الراجل طلب يمكن من شركه اسمها شركه قياسات كانت عامله يمكن تقرير اللعيبه المرشحه للزمالك في ميركاتو الصيف. التقرير ده كان من امتى؟ كان في الميركاتو الصيف الماضي. وامير يعني الحقيقه ما جابش الا لاعب واحد بس يمكن. لكن عايز اقول لحضرتك يا كابتن احمد، الراجل ده استحمل كتير مع نادي الزمالك معاناه، ما فيش قيد العام الماضي وكمل باللعيبه. الراجل ده استحمل من نادي الزمالك كتير، وللاسف الاداره عندها مشاكل مع بقى ممدوح عباس وخلافه. طيب هو طلب لعيبه وامير مرتضى مثلا ما جابهاش، يعني برضه عشان المشاهد يعرف. هو بالظبط طلب، هو في البدايه طلب رحيل كابتن، البدايه خالص طلب رحيل عمر جابر وايضا اوباما وعبد الله جمعه ونضاي ويمكن سامسون. اللعيبه اللي طلب التعاقد معاها كابتن احمد كمان 2 مدافعين يمكن كان من 4 هو عايزهم، عمر فايد واحمد ياسين وايضا باهر. وفي اسوأ الاحوال يمكن الراجل مع عوده شبانه كمان و2 من نص الملعب مروان عطيه او الياس. الحقيقه الياس الجلاصي لعيب كويس قوي طبعا، لعيب كويس جدا. لكن الاداره بشكل عام مفيش حد لبى احتياجاته. الاداره في وادي في الحروب اللي هي عاملاها كل يوم والتاني. الراجل بيحاول يشتغل باللعيبه اللي يعني معاه. افهم من كلامك ان هو بعد مباراه اسوان قدم التقرير هو تاني، يعني ده التقرير رقم 2. يعني هو بيوصل رساله لامير مرتضى ان انا من 3 شهور عملت لك تقرير وجبت شركه ودلوقتي بقدمه لك تاني وانت ما بتنفذش اي حاجه. ده الامر اللي ازعجه بقى يا كابتن. ده اللي حصل بالظبط. اللي حصل جوه كان يعني غاضب جدا أسوان. كان غاضب جدا. خرج الراجل ما بيتكلمش مع اي حد، شاط في الناس اللي موجوده قدام منه كلها. الحقيقه كان غضبان وغضب غير طبيعي من فيريرا. هدد بالرحيل فعلا. وهدد ده هو عايز يقدم استقالته. بل بالعكس طلب ان هو خلاص يسيب نادي الزمالك. والحقيقه لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها الراجل قفل على نفسه، قفل تليفوناته وزعلان جدا ومتضايق وعايز يسيب نادي الزمالك. لكن الامور لا زالت يعني في من امير بيحاول يرجع تاني الامور ويلملم الامور مع فيريرا. في فلوس لتنفيذ رغبات فيريرا. الزمالك مديون يا كابتن احمد، ما عندهوش فلوس، هيجيب فلوس منين؟ الامر الطبيعي ان الزمالك بيمر بازمه صعبه جدا الفتره دي. فحضرتك هتجيب فلوس منين؟ الامور كلها صعبه جدا الحقيقه. يعني الله يكون في عونهم يعني حقيقه. اذا رحيل فيريرا يعني يقترب من نادي الزمالك. خلينا بقى ندخل يعني في الخبر اللي بعد كده. حضرتك يعني في منشط كده قلت لي
رغم اكتساح النادي الاهلي بيراميدز بثلاثيه، في خبر يعني يا كابتن احمد حزين لكل جمهور النادي الاهلي. ممكن يعني تفصح بقى عن الخبر الحزين؟ بالظبط يا كابتن احمد، النادي الاهلي طبعا كان عنده مباراه مهمه جدا جدا مع بيراميدز. مباراه امس كانت مباراه وكانت جماهير الزمالك بعد هزيمه فرقتهم كانت بتعول على ان بيراميدز يعرقل النادي الاهلي او يوقف النادي الاهلي باي شكل، يمكن تعادل مثلا او هزيمه. لكن خيبت امالهم جميعا وفاز الاهلي، بل وفاز بثلاثيه. امر الحقيقه كان جيد من النادي الاهلي، ادى لقاء قوي امام بيراميدز. الخبر بقى اللي حضرتك بتقول لي عليه، الحقيقه كريم فؤاد كدمه في الركبه، يمكن بسبب التدخل الصعب والعنيف من عبد الله السعيد. الحقيقه تدخل يمكن انا اشوفه في نوع من انواع، يعني يا كابتن انا مش عايز اسمي مسمى يتحسب عليا كناقد رياضي. الحقيقه تدخل صعب جدا من عبد الله السعيد. اللاعب النهارده هيعمل فحوصات، فحوصات وفي سامع دلوقتي ان هم بيتحركوا، يعني هيعملوا فحوصات يطمنوا على ركبه كريم فؤاد، لان الكدمه كانت قويه جدا من عبد الله السعيد. بالظبط للاسف. الاشاعه بكره هتبين ان شاء الله فتره غيابه، وان شاء الله فتره غيابه ما تكونش فتره طويله. محمد عبد المنعم طمنا عليه عشان برضو كان في تدخل مع رمضان صبحي. ايضا هيتعمل ايضا اشاعه غدا ايضا بصحبه كريم فؤاد، والدكتور هيطمنا ان شاء الله بكره. وان شاء الله فتره الاشاعه هتبقى النهارده، بكره هتبقى النتيجه بقى، يعني الفحوصات هتبقى النهارده في الساعات اللي احنا فيها دي بالظبط. الوقت يعني نقدر نقول الوقت اللي جاي. الوقت اللي جاي انا عندي معلومه ان دكتور طبيب النادي الاهلي اتحرك يعني منذ دقائق، يعني خلاص واخد كريم فؤاد ومحمد عبد المنعم، هيعملوا فحوصات طبيه، هيعملوا الفحوصات والاشاعه بعد كده هتبان. وان شاء الله فتره محمد عبد المنعم التوقف يعني ما تكونش فتره طويله، يعني شد ولا مزق؟ عشان في ناس برضو بتقول شد وناس بتقول مزق. هو شد في الخلفيه او شد في العضله، شد قوي الحقيقه جه لعبد المنعم. نتمنى له السلامه يا رب. بالفعل رمضان صبحي وعبد الله السعيد امبارح يعني كانوا بصراحه كان في تدخلات عنيفه جدا ضد لاعيبه النادي الاهلي من الثنائي بالتحديد. منتهى السوء الحقيقه. يعني حضرتك بتلعب كوره مفيش مشكله، العب بس العب بشرف. ليه تاذي زميلك؟ في الاول وفي الاخر ده لعيب زيه زيك. وياسر ابراهيم يعني برضو اخذ كدمه من رمضان، تعب جدا ياسر الحقيقه. للاسف دخل بيه تدخلات الحقيقه. يعني انا يعني مش عارف الحكم كان عنده بعض يعني علامات الاستفهام. النادي الاهلي عنده يعني الفتره الجايه مباريات مهمه جدا، كاس عالم انديه وافريقيا، يعني برضو الاصابات بتطارد النادي الاهلي، والدوري وكاس افريقيا وكاس العالم. الاهلي عنده يعني لقاءات عديده. الحقيقه بنتمنى له التوفيق، وان شاء الله اللعيبه المصابه بما فيهم اكرم وشوبير يا كابتن احمد، مصطفى شوبير ايضا، الحقيقه نتمنى لهم السلامه للجميع باذن الله. طبعا النادي الاهلي يعني نتمنى له كل التوفيق في معتركه القادم باذن الله. وبنشكرك يعني استاذ سعيد حسنين، شرفتنا ونورتنا. للاسف يعني وقتنا خلص، كنا نتمنى ان الوقت يبقى اكتر من كده معاك وتوافينا باخبار اكتر من كده، ولكن احنا خدنا منك الخلاصه اللي مش موجوده عند حد، واللي لسه يعني حضرتك ما اعلنتش عنها في الجريده الرسميه اللي حضرتك لسه ما اتكلمناش طبعا يا كابتن يعني احمد عن اي حاجه. وحضرتك بقى بتاخد الامور والاخبار الطازه اكيد بتبقى يعني موجوده عند حضرتك، ولا في الموقع الرسمي اللي حضرتك تابع ليه ولا في الجريده. ما اتكلمناش في اي حاجه، لسه البدايه عند حضرتك. بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر مستمعينا في كل مكان يا استاذ سعيد. انا اللي بشكر حضرتك جدا يا كابتن احمد، وبسعد جدا بوجودي معاك. احنا اللي بنسعد بلقائك. في النهايه بنشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.